لو نفسك تعملي صينية مكرونة سهلة وبدون أي تعقيدات وما فيهاش أي تعب خالص، فالنهاردة جبتلك طريقة أمهاتنا زمان، طريقة سهلة خالص، وإزاي المكرونة تطلع معاكي متماسكة وفي نفس الوقت إزاي تطلع معاكي جوسي. كل ده هقولك عليه داخل الفيديو. بس لو عجبتك صينية المكرونة القمر دي يا ريت تعملي لي لايك كتير وشير كتير، وكمان تدوسي على زر الجرس عشان يوصلك إشعار بكل فيديو جديد أنا منزله. تعالوا نشوف الطريقة. أول حاجة عاوزين نعصج اللحمة، فهنجيب حلة وننزل بمعلقتين كبار مليانين من السمن، وأول ما السمن يبتدي يسيح كده هننزل ببصلاية كبيرة مقطعينها قطع صغير، ونقلب في البصلاية لغاية ما تدبل معانا. في ناس في تعصيج اللحمة بتحط اللحمة الأول عادي، برضو مفيش أي مشكلة. أنا هنا جبت لكم طريقة أمهاتنا زمان فكانوا بيحطوا البصل الأول. البصل دبل معانا هننزل بنص كيلو من اللحمة المفرومة. نص كيلو اللحمة المفرومة دي أنا كنت حاطاه في الفريزر، فهتلاقوا إيه قطع يعني متماسكة، يعني فيها إن هي متلجة شوية. عادي مفيش أي مشكلة، هتفك على طول، ما تتعبيش يعني ولا أي حاجة، هي هتفك على طول. هنكون بقى مجهزين التوابل بتاعتنا، والتوابل بتاعتنا بسيطة خالص، وما تكتريش عن التوابل اللي أنا قلتها دي عشان تحس بطعم تعصيجة اللحمة. أول حاجة عندنا مكعب من مرقة الدجاج، عندنا معلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة من البابريكا، معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، نص معلقة صغيرة من جوز الطيب، ومعلقة صغيرة من الثوم البودر. وهحط كمان معلقة كبيرة من الثوم الفريش المفروم، وده بينقل تعصيجة اللحمة لحتة تانية خالص، وبيخلي ريحة اللحمة حلوة جدا وما فيهاش أي ريحة مش مستحبة. فلازم في تعصيجة اللحمة حطي معلقة كبيرة من الثوم الفريش المفروم، وسيبيها بقى يا ست الكل لغاية ما تتعصج معاكي. أول ما تديك اللون القمر اللي انت هتشوفيه دلوقتي ده، هتروحي حاطة 2 من حبة الطماطم اللي مبشورين على المبشرة اليدوية. دول حبيتين من الطماطم بشرتهم على المبشرة اليدوية، وتبتدي تقلبي الطماطم مع تعصيجة اللحمة وتهدي البوتاجاز لغاية ما تتسبك معاكي خالص. اتسبكت معانا زي ما انتوا شايفين، هنروح ضايقين التعصيج، لا يكون عاوز ملح عاوز حاجه. فانا دقتها لقيت الملح بتاعها مظبوط، مش عاوزه اي حاجه. هنطفي عليها وتعالوا بقى نعمل البشاميل بتاعنا. البشاميل بتاعنا بيقلق ناس كتير، بس النهارده هعملها لكم بطريقه سهله خالص. حطيت 6 معالق كبار من السمن، واول ما السمنه تسيح حطيت 6 معالق كبار من الدقيق. كل معلقه من السمن هتاخد معلقه كبيره هرميه من الدقيق، ونستمر في التقليب دقيقتين كده، ونروح حاطين الحليب بتاعنا. هنا بقى استمرينا في التقليب، وبعد كده حطينا رشة ملح، رشة من جوز الطيب اللي هي مطحونة، مكعب مرقة، يعني نص معلقة صغيرة من الملح ونص معلقة صغيرة من جوز الطيب المطحونة ومكعب مرقة. والمرقة أنا عاملاها في البيت، ممكن تدخلوا على القناة وتشوفوا الطريقة سهلة جدا. قلبنا كويس، بعد ما قلبنا كويس هنحط 6 كوبايات من الحليب. وممكن تعملي ميكس بين الحليب ومية سلق المكرونة عادي مفيش أي مشكلة. يعني ممكن تحطي 3 كوبايات من مية سلق المكرونة و3 كوبايات من الحليب. بس أنا هنا حطيت 6 كوبايات من الحليب لأن الحليب كان متوفر عندي. ونستمر في التقليب على درجة حرارة متوسطة لغاية ما القوام يبقى قوام كريمي مفيهوش أي تكتلات. وتستمري في التقليب، ما ينفعش تسيبيه وتعملي أي حاجة تاني، لأن لو سبتيه هيكلكع معاكي. فانت استمري في التقليب لغايه ما توصلي للقوام اللي انت عايزاه، وتطفي البوتاجاز على طول. طب لقيت فيه كلاكيع وانا برضو بقلب عادي، اطفي عليه واحطه في شفشق الخلاط واديله ضربتين، هيرجع معاكي سلس، وكمان قوامه حلو جدا. كده القوام حلو جدا وهيتقل اكتر لما يبرد. هنسلق المكرونه بتاعتنا، حطينا الميه في الحله وشغلنا البوتاجاز والميه غلت. حطينا معلقه كبيره من الملح، وهنحط عليها كيسين من المكرونه. ممكن حد يقول لي المكرونه كتير على نص كيلو اللحمه. لا، المكرونه مش كتير خالص، وانتوا شفتوا في اول الفيديو ان اللحمه كتيره جدا في المكرونه. فكيسين مكرونه حلو جدا. سلقنا المكرونه زي ما انتوا شايفين، والمكرونه طالعه معانا حلوه مش معجنه ولا اي حاجه. هنصفي المكرونه في المصفى، وما نفتحش عليها ميه الحنفيه ولا اي حاجه. تصفيها في المصفى، وتقسمي المكرونه النصين قد بعض. نص تحطي عليه حبه من البشاميل، ما تحطيش كميه البشاميل كلهم، حطي يعني 3 كبشات كده من البشاميل وتقلبيها كويس، لان المكرونه دي هي اللي هحطها في الصينيه من تحت. طريقه سهله صدقوني، ما فيهاش اي تعب خالص، ولما تجربوها هتعجبكم جدا. واحلى طرق الاكل طرق امهاتنا زمان.
قلبنا المكرونة كويس جدا مع البشاميل. هنجيب الصينية بتاعتنا، والصينية دي أكبر صينية عندي، هنفرد فيها كبشة كده من البشاميل في قاع الصينية. الصينية دي مقاسها قد ايه بالظبط؟ الصينية دي أنا قستها لكم دلوقتي، مقاسها 40 في 30 عرض، 40 طول في 30 عرض. وكان القوام بتاع المكرونة حلو جدا، يعني ارتفاع المكرونة كان حلو جدا. حطيت شوية من البشاميل في قاع الصينية وفردتها. هتجيب بقى المكرونة اللي أنا غلفتها بالبشاميل وافردها في الصينية، وتفرديها كويس بحيث إن ما يكونش فيها أي فراغات عشان ما تنزلش فيها اللحمة المعصجة. فردتها كويس. هجيب بقى كمية اللحمة كلها اللي أنا معصجاها وابتدي أفردها في الصينية. شايفين اللحمة المعصجة كتيرة، يعني مش قليلة، يعني نص كيلو اللحمة حلو جدا على كيسين من المكرونة. ناس كتير جدا بتحب تحط نص كيلو لحمة معصجة على كيس من المكرونة. لا، بتبقى اللحمة كتيرة جدا. وبرضو براحتك، أنا قلتلك الطريقة والخطوات وانتي اعملي الكمية اللي انتي عايزاها. بس انا بالنسبه لي نص كيلو اللحمه حلو جدا على كيسين من المكرونه اللي هم بمقدار 800 جرام. فردت اللحمه زي ما انتم شايفين كده، فردت اللحمه كلها وابتدي افردها واظبطها كويس بحيث ان ما تكونش فيها حته عاليه وحته مش عاليه. تفرديها بظهر المعلقه كده، وبعد كده تجيبي باقي المكرونه. باقي المكرونه انا مش حاطه عليه بشاميل خالص اهو، لان هحط على الصينيه من فوق بشاميل. وتفردي المكرونه كويس جدا بحيث برضو ان ما يكونش فيها اي فراغات عشان ما ينزلش البشاميل لتحت. البشاميل لو لقيتيه تقيل، عشان طبعا اكيد برد خالص فهتلاقيه تقيل، ممكن تحطي له معلقتين 3 من الحليب الدافي وتقلبيه تقلبتين، هيرجع معاكي القوام السلس اللي انت عايزاه. انا هنا ابتديت احط البشاميل وابتديت افردها بظهر المعلقه زي ما انتم شايفين. بعد ما بفرد البشاميل خالص بجيب حبيتين من البيض، يعني بجيب بيضتين واكسرهم واروح ضربهم كويس جدا بالشوكه. وبعد كده بعد ما بضربهم كويس ممكن تحطي رشه من جوز الطيب، ممكن تحطي رشه من الفلفل الابيض المطحون عشان ما يكونش فيه اي ريحه. ممكن تستغنى عن البيض خالص وتحطي جبنه موتزاريلا وجبنه شيدر مفرومين زي ما انت عايزه. بس انا الصراحه بحب طريقه البيض دي لان بتدي لون حلو جدا. انا حطيت عليه رشه من الفلفل الابيض المطحون، مش مخلي فيه اي ريحه. وجبت الفرشه ودهنتها زي ما انتم شايفين كده. هدخلها فرن البوتاجاز على درجه حراره 190 على الرف الاوسط. ودي بقى عشان عاوزاها جوسي كده هخليها 20 دقيقه في فرن البوتاجاز. واول ما تاخد لون من فوق هطفي من فوق واولع من تحت. يا دوبك 20 دقيقه يا جماعه وهتطلع معاكم لونها حلو جدا ما شاء الله. لو عاوزاها جوسي هتقطعيها وهي سخنه كده هتطلع معاكي المكرونه جوسي وطعمها حلو جدا. عاوزه القطعه متماسكه اصبري عليها 5 دقايق وقطعيها هتطلع معاكي الحته متماسكه. يلا جربوها وقولوا لي رايكم في التعليقات. بس لو عجبتكم اعملوا لي شير كتير ولايكات كتير وبألف هنا مقدما، ويا ريت تشتركوا معايا في القناه وتدوسوا على زر الجرس عشان يوصلكم اشعار بكل فيديو جديد انا بنزله. طريقه سهله جدا ودي طريقه امهاتنا زمان. وزي ما قلت لكم ممكن تستبدلوا البيض بجبنه موتزاريلا وجبنه شيدر زي ما انتوا عايزين.